اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة أكلة السمين بتاع فطار رمضان. زي ما انتم شايفين كده فطرنا النهاردة سمين. شايفين الحلاوة والجمال. طبعا احنا عملنا الممبار والحاجة غسلناها ونضفناها مع بعض. فان شاء الله النهاردة بقى احنا متبلينهم في الفريزر، فهنطلع على طول ونشتغل على طول، مش هنتعب نفسينا. هبتدي ان انا اجيب الفشة كده اهو زي ما انتم شايفين والكرشة مع بعض، وابتدي ان انا اشوحهم على النار ني في ني كده، واسيبهم يتسلقوا وانزل عليها طبعا بميه سخنه وعود القرفه اساسي. بعد كده حمرت بصلايه كبيره ونزلت عليها بمعلقتين صلصه. الصلصه تخلي التسبيكه تعمل معاكي بسرعه، تتسبك بسرعه، ما تاخدش معاكي وقت. زي ما انتم شايفين كده هسيبها تتسبك شويه مع البصله، واروح نازله عليها بالقوطه اللي احنا عملناها، وهبتدي ان انا اقلبها كويس وانزل عليها بالملح والفلفل والكمون، وطبعا حوايج، وهسيبها بقى على النار مع نفسها بقى لحد ما اغسل الرز والخضرة، واروح مقطعاهم وعاملاهم مع بعض مع معلقة كمون ومكعب شوربة، واروح نازلاها وادي الخلطة بتاعت الممبار. هبتدي بقى دلوقتي ان احنا نحشي الممبار زي ما انتم شايفين كده. هروح فاتحة البق كده اللي هو اللي هي الممبراية كده اهو، واروح حاشيها بايدي، هتلاقيها سهلة معاكي قوي. طبعا هفضل اعملها لحد ما تبتدي ان هي تتملي كويس، واروح موزعاها على الممبرايه كلها. طبعا انا مش مقطعه الممبار صغير، انا عاملاه كبير علشان ما ياخدش معايا وقت، وبعد كده لو محتاج يتقطع فبقطعه. هبتدي ان انا اعمله كده واسويه كده. طبعا تبططيها كويس، ما تخليهاش متكدسه او مكبوسه عشان ما تفرقعش منك، وفي نفس الوقت تبقى نيه وتبقى يعني تبقى مليانه قوي. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اوزع الرز فيها كويس كده زي ما انتم شايفين، لحد ما بتوصل لطبقة اللي هي متبططة كده اهو، واحطها على الحلة داير داير. طبعا اكون حاطة مية سخنة في الكتل علشان انزل عليها على طول في الممبار وهو سخن. واروح حاطة مكعبين شوربة، ورق لوري وفلفل اسود طبعا والملح، واروح حطاها على البوتاجاز طبعا بتاعنا، وهوريكم شكلها لما اصب عليه. هبتدي ان انا اخلص الممبار كله زي ما انت حضرتكم شايفين كده هو تخلصه. طبعا مش عايزه اقولك ان اكله زي ديت بصراحه بتبقى جميله قوي، وبالذات لما انت تبقي عاملاها في البيت. في حاجه كمان عايزه اقولها لك بالنسبه للممبار. الممبار لما تحبي لما تعمليه علشان تعرفي الفرق ما بين الكبير والصغير، الممبار الكبير بيكش وبيبقى مجلد شويه، اما الممبار الصغير ما بياخدش اكتر من نص ساعه، لكن الممبار الكبير بياخد سوا وفي نفس الوقت بيكش وبيبقى مش حلو خالص، فانا ما بحبهوش بصراحه. فبسترخص فبجيب الغالي اللي هو النضيف اللي هو الصغير ده، انا جايباه ب90 جنيه. طبعا ده ما بياخدش نص ساعه على البوتاجاز، غلوتين وتطلعيه على طول ويبقى زي الفل. حاجه كمان عشان تعرفي الممبار استوى ولا لا، هتروحي ماسكه شوكه وتروحي عاملاه في الممبار، لو لقيت الشوكه دخلت جواها يبقى الممبار استوى، اطفي وتطلعيه من الميه، ما تسيبوش في الميه علشان ما يفرقعش فيه عشان بتبقى سخنه. خلاص كده انا خلصت كده الممبار، ودي اخر واحدة انا بعملها كده اللي هي في ايديا دي. خلاص كده المية السخنة هيبقى بالشكل ده، واروح مغطياه بقى مع نفسه. نيجي بقى للفشة والكرشة. طبعا بعد ما استوت حطيت لها الملح وسبتها تبرد. بعد ما خلاص بقى اخر اللي يعني انا دلوقتي خلاص باقي قد نص ساعة على الفطار، هبتدي ان انا اقطعها كده اهو الكرشة والفشة كده واحطها على طاسة، وابتدي ان انا اسويها كده لصوابع رفيعة كده وورققها عشان تبقى حلوة، وفي نفس الوقت ما تاخدش مننا، يعني تدي لون جميل كده زي بتاع بره بالظبط. طبعا انت لو عندك ليا في البيت يبقى هتعمليها زي بتاع بره بالظبط. طبعا انا ماليش في الليا قوي، ولا انا ولا الاولاد، فاكتفيت بمعلقة سمنة بلدي. بس دي مش هحطها على طول عشان السمن البلدي بتتحرق بسرعة. فابتدي ان انا اخد الحاجة دي بعد ما اقطعها الفشة والحاجة وما اقطعها احطها في طاسة طبعا، واروح جايبه لها قطعة من التوم اللي احنا كنا خزينينه مع بعض اللي هو المفروم. هجيبها واروح مقطعاها، اروح واخداها واروح ركناها على جنب لحد ما الفشة والحاجة احطها على النار، واتأكد ان هي ابتدت ان هي تتشمع من كل ناحية. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا حبيت ان انا اقطع الحاجة الممبار معاكم كده، اللي قصدي الفشة والحاجة معاكم
علشان تشوفوا الطريقة اللي هي بتبقى متقطعة بيها بالظبط. طبعا دي القرقوشة اللي موجودة فيها. هبتدي ان انا اتأكد منها كده كويس ان هي خلاص اتقطعت كلها زي ما انا عايزة بالسماكة اللي انا عايزاها. وخلاص بقى انا كده هحطها بقى على النار، وهنزل عليها بحبة فلفل اسود وكمون وحوايج وملح، وانزل عليها بمعلقتين زيت. طبعا ادي التوم اللي انا كنت مخزناه. طبعا عشان التوم ما يطلعلكيش ريحه وحشه في قلب الفريزر، هتحطيه في علبه متحكمه. يعني انا عامله كذا كيس وحطاه في قلب علبه وقافله عليهم، اللي هي العلبه اللي كنت حاطه فيها زي اللي انا عملت فيها البانيه. زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى معلقتين الزيت. طبعا انا حاطه فلفل اسود وكمون وملح علشان ابتدي ان انا اخليها تتشوح ني في ني على النار. هفضل اشوح فيها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تبتدي ان هي تتشمع كويس. طبعا هفضل اقلب فيها لحد ما تبتدي ان هي تدي لون شويه بني، وبعد كده انزل عليها بقطعه التوم اللي انا عملتها. طبعا انا ما كنتش سبتها تفك، هي متجمده. ونزلت عليها بحبه فلفل حراق. وهروح مشوحاها. طبعا لو عايزه تكتري في الفلفل الحراق او رومي، دي حاجه دي حسب ما انت عايزه، او تحطي فلفل الوان مفيش اي مشكله برضو بيبقى جميل. هبتدي ان انا اشوحها كده مع نفسها كده، واروح نازله عليها بقى في الاخر بقطعه سمن بلدي. عشان انا ما عنديش ليا، فهكتفي بالسمنه البلدي بس. خلاص اخر حاجه بقى حته السمنه البلدي دي، وبعد كده هبتدي ان انا اغطيها بقى. علشان خاطر هي هنا اهو هتبتدي ان هي تعمل اصوات اللي هي تفرقع وكده، فلازم تبقى انت بعيده عشان سخنه. لان هي بتتحمر. فاروح مغطياها بقى بالغطا بتاع الطاسة، وهسيبها تاخد وش اللي احنا عايزينه. واسيبها بقى زي ما قلت لحضراتكم. بعد كده اوريكم بقى الممبار الجميل اللي احنا عملناه. ادي شكل الممبار اللي احنا عملناه يا حبايبي، وادي شكله بعد ما اتقلى وخلصنا الاكل، وادي الفطار. تعالوا افطروا معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.